مبروك يا سيدي، مبروك يا عم. ما هو برضه مبلغ كبير قوي بصراحة يا عم مصطفى محمد بيروح نيوم السعودي مقابل 5 مليون يورو في السنة، ليه راتب شخصي بالإضافة ل 10 مليون يورو مقابل مادي نظير انتقاله من نانت الفرنسي. كان ناقص له في عقده سنتين، فعشان ينتقل لنادي نيوم السعودي نيوم دفع 10 مليون يورو لنادي نانت. أرقام خزعبلية طبعا. الأهلي ولا كان هيدفع ربعها ولا نصها ولا عشرها، حتى أرقام في الخيال. شايف المقابل المادي اللي متباع بيه نانت اليوم، شايف المقابل أصلا المادي اللي بياخده في السنة. لكن خلينا سيبك من كل الكلام ده. أخبار مهاجم النادي الأهلي إيه؟ يعني أخبار المهاجم اللي إن شاء الله وألف ألف مبروك هنخش بيه الموسم اللي جاي، أخباره إيه؟ يعني إحنا المفروض دلوقتي معانا مبلغ ومعانا سيولة مالية كبيرة جدا مقابل انتقال وسام ابو علي لنادي كولومبوس كرو الامريكي. معانا مبلغ محترم جدا جدا، 7.5 مليون دولار. فكره ان مفيش دولارات، عارفين احنا الحجج دي، اصل مفيش دولارات، اصل النادي البنك مش راضي يدينا دولارات، اصل ما اعرفش، كل الحاجات دي كلها مش موجوده، والدولارات موجوده والسيوله موجوده. ايه حجتنا في ان احنا ما يكونش عندنا مهاجم اجنبي قوي؟ في عرض متقدم لأشرف داري من نادي الوكرة ومن نادي الشباب السعودي. أيهما لازم يتم بيع أشرف داري لحد فيهم، ولازم يتم التعاقد مع مهاجم في أسرع وقت. كل المهاجمين اللي الأهلي كان بيتفاوض معاهم من بعيد أو من قريب كلهم خلاص مشيوا. نادي التعاون اشترى أحمد حسن كوكا، نادي النيوم اشترى مصطفى محمد. كل الناس اللي احنا كنا بنتفاوض معاهم او بنتكلم عليهم خلاص راحوا انديه اخرى، حتى اسامه فيصل على اعتاب نادي بيراميدز. حتى وقتنا هذا الاهلي لم يدخل في تفاوض جاد للتعاقد مع مهاجم قوي يكون بديل لوسام ابو علي ينفعنا الموسم اللي جاي.